حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا موقف حصل للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني، كله عبرة وعظة. يقولون إنه حصل له حادث مروري وانقلبت به السيارة، فأسرع الناس إليه يهرعون يريدون يطمنون عليه ويريدون فقالوا يا ساتر يا ساتر لما رأوه. فسمعهم الشيخ وهو منقلب به السيارة، وهو في هذه الحال، ومع ذلك يسمعهم يقولون يا ساتر، فقال قولوا يا ستير، قولوا يا ستير. فسبحان الله، هو الآن ما هو بوقته ومنقلب به السيارة وقد يكون متضرر، ومع ذلك ما ترك النهي عن المنكر وما ترك التبيين للناس وهو في هذه الحال. يقول يا ستير. لماذا؟ لأن من أسماء الله الستير، كما ورد في الحديث إن الله حيي ستير، ولم يرد إن الله ستار، أو لم يرد هذه الصفة بهذه اللفظة، وإنما وردت ستير، وهي كلها بمعنى الستر. لكن لا بد ويجب أن نسمي الله بما ورد في القرآن والسنة بنفس اللفظة. فهو قال قولوا يا ستير. صراحة لما قرأت القصة قلت سبحان الله، هذا من حرصه حتى وهو من قلبه به السيارة. ولا يستغرب منه، ما يحتاج المحدث والعالم الذي أمضى حياته كلها يحقق ويبحث في العلم الشرعي، لكن حتى في أحلك الظروف سبحان الله. لأن أسماء الله توقيفية كما يقول العلماء. إيش معنى توقيفية؟ ما نسمي الله إلا بما ورد في القرآن أو في الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح. أما الصفات ففصل فيها العلماء، منها ما يجوز أن نصف الله به حتى لو لم يكن وارد، لكن بما يليق به، ولو لم يكن وارد نص الصفة. لكن الاسم لا بد يكون نفس الاسم الوارد في القرآن أو في السنة الثابتة، ما نغيره إلا معنى ثاني حتى لو كان بنفس المعنى. فالقصة معبرة جدا، أفد بها غيرك. والسلام عليكم.